الطيارين الذين نزلوا في مطار عنيزة طيار أمريكي اسمه جيمس، وكذلك الملازم طيار عبد الله الصهيل أحد أبناء عنيزة. وكان يوجد على متن الطائرة جهاز برقية يديره صالح الإبراهيم الهديان. وتهبط الطائرة في مطار عنيزة بواقع رحلتين أسبوعيا، فهي تأتي يوم الخميس من الرياض إلى عنيزة بعد توقفها في مطار شقراء، ثم تتوجه من عنيزة إلى جدة، وفي يوم الجمعة تعود الطائرة من جدة إلى عنيزة ثم تهبط في مطار شقراء قبل أن تتوجه إلى الرياض. وكانت قيمة التذاكر 40 ريالا للرحلة من الرياض إلى عنيزة، وتتضمن الرحلة تقديم وجبة خفيفة في كرتون صغير يقوم بتقديمها للركاب مضيف الطائرة. أما العفش فيوضع بجوار الركاب، وكان المضيف هو المسؤول عن تحميل العفش وتنزيله بواسطة عربة خاصة بذلك. وقد جرت العادة أن الطائرة تحوم فوق مدينة عنيزة محلقة على ارتفاع منخفض، فيراها الناس قبل أن تهبط في المطار. وعندما تتوقف الطائرة يتم تقريب سلم الطائرة الخشبي المتحرك لتمكين الركاب من النزول منها. وكان عبد الله الفهد البسام هو متعهد الخطوط السعودية في عنيزة، وكان دكانه في سوق القاع بمثابة مكتب للخطوط، حيث يأتي إليه الناس للحجز وشراء التذاكر. وإذا جاء وقت وصول الطائرة حضر عبد الله البسام إلى المطار، وجلس في خيمة المطار قرب المدرج لاستقبال الطائرة وطاقمها، ثم يقوم بالتدقيق في أسماء الركاب المسافرين وتحميل عفشهم وإبعاد الفضوليين عن الطائرة عند الإقلاع. وبعد العمل لمدة 10 سنوات في نقل المسافرين والبريد، توقف العمل في مطار عنيزة بعد افتتاح مطار القصيم الإقليمي في يوم 10 من رجب عام 1384 للهجرة، الموافق عام 1964 للميلاد.